اول شي راح نوهم الخصم بما انه اني رايح لغادي فلا راح ارجع له. هنا هو يضرب بري فاير على هذيك المنطقة، فكرني رحت من غاد واقتله بشكل سهل. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكون بصحة وخير يا رب. ورجعنا لكم فيديو جديد اسطوري. ويا شباب راح اعمل لكم سلسلة احتراف المستودع خطوة بخطوة من البداية للنهاية حد ما تحترف المستودع، واكشف لكم اسرار وحقائق شيء انت ما بتعرف. فهي السلسلة راح تكون للمبتدئين اللي بدهم يحترفون المستودع. ساعتين محترف ولو 10 سنين بالمستودع يقول لي انت بوت وما بدري شو من حكي. يعني راح اصير نيت بوس 20 فريم وهيك. فأول شي بما انه هذا المقطع الاول راح تكون السلسلة طويلة مثل ما شفتوا المقطع اللي بالمقدمة، راح اسوي لكم الفيديوهات الجاية كل هيك شرح بالمستودع، لكن هذا الفيديو راح نخليه للاساسيات. مثال نشرح ان حجم زر الحركة، سرعة الجيروسكوب، منظور الايباد كم نخليه، وحساسية الركض كم نخليه. اول شي نجون عندنا على المنظور الايباد. منظور الايباد نخليه ما بين 80 و85، شوف انت ايش بيزبط معك وخليه. فالافضل انا لي شفت انه 85 تمام بالنسبة لي. فهون نجي على حساسية الركض. حساسية الركض تقدر تخليها من 90 إلى 85، فأنا كمان أفضل إني أخليها 90. وبكيفكم أنتم، إذا تريد تخلوها 90 تريد تخلوها أكثر، هذا الشيء يعود لكم. لكن بالمستودع 90 85 هذا هو الحجم المناسب أو السرعة المناسبة. هاي الرسومات اللي بده يسويها، وهاي السطوع لا تتركوه 100، نزلوه أقل من 100. نجي هون بعدين على زر الحركة والجويستيك. هون أنا بالمستودع حاطه 175 على منظور الثالث، المخطط الثالث 175 حاطه. فيا شباب كل ما كبر زر الحركة بالمستودع يعني ما ظل عندك انتشار طلق، فالأفضل انك تتركه بين 120 130 125 الحجم المناسب بس. وهيك شوفوا ساعتين كل ما كبر يعني راح انتشار الطلق. وبالخاص بالمستودع انت يعني لازم ما يكون عندك انتشار طلق عشان الهدات بتعطيك لعب كويس. وهون ننتقل على الحساسية ونشوف ايش افضل حساسية للمستودع. ونيجي هون على الحساسية. اول شي نبدأ بالجيروسكوب. الجيروسكوب هذا تقدر تخليه من بين 400 و 375، شوف انت ايش بيزبط معك خليه على الشي اللي رايح. نجي على هاي المنجوة تبع الجيروسكوب تبع الADS. بنصح انه واحد يخليها من 350 360 325 هيك، لا تنزلها تحت 300 ولا ترفع اكثر من 350 لانه ما راح تعطيك الهدات المضبوطة. فالحساسية البطيئة هي راح تنطيك هدات قوية، هيك انا بشوفه بصراحة وحسب تجربتي. فانتوا شوفوا سووا هاي وتدربوا عليها بالمستودع وتعودوا عليها بالتدريب الكلاسيكي على الحساسية اللي اعطيتكم اياها وحجم زر الحركة، لان اكثرية الناس انا شفتها حاطة الحجم مصغرته حيل، يعني حدودج ما راح ينطيك وانتشار طلق راح يصير عندك كتير. فتدربوا عليهم واستنوا الفيديو الجاي راح يكون شرح، راح اعطيكم النصايح باذن الله. راح نبدأ سوا. كل ما عليك انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان وقت ينزل المقطع راح تشوفه ما راح يروح عليك وتتعلم وبس. والله اتمنى تدعموني بلايك وسلام، استنوا الفيديو الجاي.